ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلام. باذن الله فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تلم الانجليزي في 5 ايام بالظبط، وباذن الله الفيديو ده هيكون مفيد لكل طالب الثانويه عامه وكل اللي مراكم المنهج وكل حتى اللي هو ماشي مع المدرس بتاعه بس عاوز يراجع القديم او حاجه فايتاه، وحتى الطالب المتفوق لو عايز يبدا المنهج من جديد عشان يخش المراجعات النهائيه وهو متذكر المنهج ويبدا انه يحل فيه. فالفيديو ده للثلاث انواع من طلاب الثانويه العامه. فانت لو بدات الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمان ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان نستمر في نشر فيديوهات ان شاء الله. اول حاجه كده مبدئيا هنتكلم عنها وهي ازاي تلم الانجليزي في مده 5 ايام. قدامك حل من الاثنين في انك تلم الانجليزي، والحلين دول هيعتمد على مدى انت مراكم ولا مش مراكم. يعني لو انت طالب مراكم هتلجأ للحل الاول، وهو ان انت هتجيب الفيديوهات من على اليوتيوب او تشترك مع مدرس عامل معسكر، وهتبدا ان انت تسمع الفيديوهات بتاعته واحده واحده لحد ما تخلص كل اللي انت مراكم. طيب لو انت دلوقتي طالب متوسط، يعني انت سمعت الفيديوهات دي قبل كده او حتى سمعت الحاجات دي ونسيتها وعاوز تبدا اللي انت بس تستذكرها وتحل عليها، فانت هترجع للحل التاني، وهو انك هتجيب الكتاب وهتجيب ورقه وقلم وتبدا انت تذاكر مع نفسك من غير ما تسمع. وطبعا الطالب اللي هو ذاكر وراجع اللي عليه اول باول، او هو الطالب المتفوق، هيوفر كتير عن الطالب المراكم. لكن في الحلين كل الطرق تؤدي لروما. الطالب المراكم هيبقى زي الطالب المتفوق لو مش على الخطوه اللي احنا بنقول عليه. مبدئيا كده قدامك حل من الاثنين او المدرسين اللي انا هقول لهم عليهم دلوقتي. عندك دكتور عمر السخاوي منزل معسكر للم الترم الاول كامل، اللي هو اول 6 يونت، مع الشباتر بتاعت القصه مع السكيلز مع كل حاجه. طيب دلوقتي المعسكر اللي هو عامله دون تقريبا يعني في اسبوعين او اسبوع، مش متذكر المده، لكن هو عامل المعسكر دون. وحتى المعسكر دون مش هيأثر عليك في باقي المواد. يعني انت لو سمعت كل يوم ساعة من المعسكر هتلاقي نفسك على مدى مثلا اسبوعين او 3 او على نهاية رمضان هتلاقي نفسك خلصت الانجليزي مع الحل عليه كمان، لان هو بينزل محاضرة شرح ومحاضرة حل. فديا الخيار الاول. عندك برضو مستر عبد الحميد حامد منزل معسكر لمنهج كامل مجاني على اليوتيوب، منزل 6 ساعات للفوكابلري ومنزل الجرامر والسكيلز، يعني ما بتروح كلهم كده مثلا في 24 ساعة في 25 ساعة. لو انت اجتهدت وخدت لك كل يوم ساعة هتلاقي نفسك على نهاية رمضان برضو خلصت الانجليزي. انت متخيل كل يوم ساعة مع حل مثلا ساعة انت تلاقي نفسك خلصت انجليزي، ومش هيأثر على بقية المواد، لان انت عندك في اليوم لو انت مثلا صحيت الفجر وصليت الفجر ورجعت من بعد الفجر الساعة 5:30 لحد الساعة 12، 5 ساعات ونص، 6 ساعات ونص ولا ايه؟ 6 ساعات ونص دول لو انت خدت منهم ساعة هيبقى لك 5 ساعات ونص. 5 ساعات ونص دول تبدأ اللي انت تجيب كل اللي فايتك، اي حاجة وقع منك برضو لو في فيديوهات شرح على اليوتيوب، وتبدأ برضو اللي انت تشوف الجديد اللي وراك. يعني انت ما تراكمش قديم وتراكم جديد، لا انت تراجع القديم اللي وراك مثلا في ساعة وساعتين، وتبدأ اللي انت تجيب الجديد اللي وراك وتحل على الجديد وتحل على القديم، وهتلاقي نفسك اليوم متاح معاك. فانت لو صحيت الفجر من الساعة 5:30 لحد الساعة 12، 6 ساعات ونص، وعندك هتروح تصلي الظهر وترجع من الظهر تقرا ورد القرآن بتاعك لحد، وبعد كده ترجع لو انت هتنام لك ساعتين من بعد الظهر لحد بعد العصر، لان الفتره دي ممكن تكون انت مهبط فيها ومش قادر، وترجع من بعد العصر لو ربنا اعانك اللي انت تجيب مثلا فيديوهات حل مثلا حاجه واقعه منك في العضويه، في الباب الثاني في الاسئله بتاعه الفيزياء، اسئله الدينامو، اسئله الباب الثاني في الكيمياء، التحليل الكيميائي. فكل الحاجات دي برضه هتبقى مفيده. فانت لو انت مشيت على ان انت تجيب معسكر للدكتور عمر السخاوي او مستر عبد الحميد حامد وخدت كل يوم ساعة، هتلاقي نفسك على نهاية رمضان خلصت كل اللي عليك في الانجليزي. دي الطريقة اللي هي للطالب المراكم. الطالب المتوسط او الطالب المتفوق اللي هو ماشي مع المنهج هيبدأ ان هو يعمل كالتالي. اول حاجة هيعملها ان هو هيجيب كل يوم يونت، كل يوم يونت. يعني مثلا النهارده 8 رمضان هيجيب اليونت 1، وهيجيب اليونت 1 بالفوكابلري بتاعها بالجرامر بتاعها، وهيجيب جزء من السكيلز، ويجيب شابتر 1 في القصه. وتاني يوم هيعمل هكذا، وتالت يوم ورابع يوم هيلاقي نفسه على ما يمر 9 ايام لو انتوا في يونت 9 هتلاقي نفسه خلص اللي هو كل اللي هو عاوز يراجعه في القديم، يعني في ظرف 9 ايام. وطبعا الطالب المتفوق او اللي هو الطالب اللي هو متوسط ماشي مع المنهج يعتبر مع المدرس، لو عمل الخطه دي برضه مش هيأثر عليهم، لان هو لو جاب يونت 1 الفوكابلري بتاعها والجرامر والسكيلز والشابتر 1 هيلاقي نفسه جابهم في ظرف مثلا 3 ساعات او 4 ساعات بالكتير، وهيراجع عليهم كمان، وهو ممكن يراجع الاسئله بتاعت الحل. فدول الخيارين اللي هم متاحين قدامك. الحاجه الاخيره اللي احنا هنتكلم عليها في نهايه فيديو النهارده وهي القصه والسكيلز. ما تركزش القصه والسكيلز عشان هتندم ليله الامتحان ان انت ما لميتهمش في البدايه. يعني انا حطيتهم لك اهو
في اللي هو المعسكر بتاع دكتور عمر السخاوي محطوطين، وهتلاقي برضو عند مستر عبد الحميد حامد، انجليزاوي، اي حد انت بترتاح معاه هات قائمه التشغيل بتاعته، هتلاقي مثلا المنهج كله لحد ما انت واقف مش هيتراوح او مش هيزيد عن 20 ساعه 30 ساعه. ده انا بكلمك كمان في القصه والسكيلز والفوكابلري، الثلاث حاجات. المنهج كامل هتلاقيه مثلا في 20 ساعه. لو انت عاوز تجيب الفوكابلري بس هتلاقي 6 ساعات، والجرامر مثلا هتلاقيه 6 ساعات، وهتلاقي القصه مثلا هتخش لها برضه في 6 ساعات، والسكيلز مثلا هتخش لها في 3 4 ساعات. انت بتتكلم في حوالي 20 ساعه. فال 20 ساعه دول لو انت خدت كل يوم ساعه زي ما قلت لك مش هيأثر على يومك، مش هيأثر على الجديد اللي انت بتاخده ولا اي حاجه. فدي كان اهم الحاجات اللي انت تعملها عشان تلم الانجليزي. واهم حاجه من ده كله هي نفسيتك والهدف اللي انت عاوز تحققه. يعني انت لو عقدت النيه ان انت هتلم منهج الانجليزي هتمشي على الخطوه اللي انا قلت لك عليها دي، وهتبدا من النهارده وربنا هيكرمك. بس كده، ده كان فيديو عشان ازاي تلم الانجليزي في الفتره الحاليه. وطبعا النصيحه الاهم لازم تخلص كل المتراكم عليك في رمضان، عشان بعد رمضان المراجعات النهائيه، والمراجعات النهائيه المدرسين كلها هتراجع على المنهج مراجعه سريعه، تخش على الحل على طول ومحدش يسال فيك تاني. بعد العيد فاضل لك 60 يوم وتخش لجنه امتحان ثانويه عامه. فربنا يعينك ويكرمك كده، وافتكر ان كل لحظه تعب هتبص يوم النتيجه، لو انت ربنا كرمك هتفرح جدا على كل لحظه تعب، ولو لا قدر الله يوم النتيجه ما حصلش نصيب هتيجي برضه هتندم على كل لحظه انت ضيعتها. بس كده، ربنا يكرمك ويوفقك. وده كان ازاي تلم انجليزي بكل بساطه. بس كده.